السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حندير لكم فطائر تركيه بزاف مشهوره هنايا اللي هي البيدا. واش نحتاجو في هذه الوصفه ولا في هذه الفطائر؟ لازم نحضروا عجينه ونحضروا الحشو اللي يكون باللحم المفروم. بالنسبه للعجينه واش نحتاجو فيها؟ عندي 500 غرام فرينه، عندي كاس حليب، نص كاس ماء، نص كاس لاتاي زيت، نص مغرف كبيره خميره 5 غرام، مغرف صغيره سكر، ومغرف صغيره ملح. نبداو بسم الله في طريقة التحضير. نبداو نحط الحليب تاعنا، نزيدو الماء، زيت، سكر، خميرة، ونزيدو الملح. نحطو المكونات مع بعض، نبداو نزيدو الفرينة تاعنا. هذيك العجينه تاعي بعد ما لميتها. بالنسبه للفرينه انا زدت شويه، جاتني شويه ناقصه باسكو علاه الفرينه تختلف. من داك تخرج لك 500 غرام، من داك لازم تزيدي شويه. تخرج لكم العجينه بهذا الشكل هكذا. واش ديروا؟ تغطوها وتخلوها تريح لمده ساعه. دوكا نروحو نحضروا الحشو تاعنا. بالنسبه للحشو واش نحتاجو؟ عندي هنايا 250 غرام لحم مفروم، عندي قرن صغير فلفل اخضر، عندي شويه فلفل احمر، شويه زيت، حبه بصل صغيره، معدنوس، عندي مغرف صغيره طوماطيش مصبره، وشويه فلفل مدروس، عندي الملح. بالنسبه للتوابل عندي فلفل عكري وعندي فلفل الكحل. نبداو نشوفوا كيفاش نحضروهم. نجيبو هكذا ميكسور ونبداو نحطو في الخضر تاعنا هنا، نميكسيوهم. نحط فلفل، نزيدو البصله، ونطحنها هكذا. بعد ما ينطحنوا بهذا الشكل نحطهم فوق الخليط. تقدروا تاني تزيدوا حبيبه طوماطي صغيره. دوكا تاني ميكسي المعدنوس تاعي. نزيدو دوكا نحط التوابل تاعنا، نزيدو الملح، نزيدو الطوماطيش، نزيدو شويه زيت هكذا، ونخلطهم مليح بيدي. هو الخليط تاعنا. واش نديرو؟ نغطيه ونحطه في الثلاجه بيد ما خمرت العجينه تاعنا. شوفوا العجينه تاعي هاي طلعت هكذا، خمرت مليح. واش نديرو؟ نحيوها منها. هكذا ونبدا نشكلها كوريات صغيره، يعني الحجم تاع البيدا نتوما تحكموا فيه. حبيتوا بيدا صغيره، حبيتوا بيدا كبيره، يعني هذا الشيء يرجع لكم. انا نديرهم بهذا الشكل. دوكا انا نديرهم هكذا، نشكلهم كامل
ونعاود نرجع لكم. نبداو دوكا نفتحوه في العجينه تاعنا. شوفوا معايا كيفاش هكذا. نزيدوا الفرينه باش ما تلصقلكمش. نفتحوها هكذا بالطول. هكذا تجيب هذا الشكل. زيدوا فتحوها هكذا بيديكم. واش نديرو؟ نجيب اللحم تاعي هاوليك، نبدا ندير في الوسط. هكذا مشوه كامل. هاد الطريقه. واش نديرو؟ نبداو نغرقو. نزيدو من هاد الطرف. هكذا بهذا الشكل. نحطوها في الصينيه تاعنا. هكذا يجوا. انا نكمل البقيه. باش ما ننساش راني شعلت الفرن تاعي على 200 درجه. دوكا كي نوجدهم نوريكم كيفاش قبل ما ندخلوهم ندهنوهم صفار البيض وندخلوهم في الفرن تاعنا نطيبوهم. عندي هنا وحده صفار البيض وعندي شويه ياغورت ناتور، ولا تقدروا تعوضوه بالحليب. خلطوهم مع بعض. ندهنوا به الوجه. هكذا ندهنهم كامل وندخلهم للفرن. يعني نتوما ماشي مقيدين باللحم، تقدروا تعوضوا الجبن، تقدروا ديروا الحشو اللي حبيتوه، ولكن هذه هي الوصفه الاصليه. شوفوا بعد ما نجبدوهم هكذا من الفرن نديروا هذه الخطوه. يعني هذه الخطوه اختياري. نجيبوا هكذا الزبده ونديروا هكذا من الطرف، يعني باش العجينه تاعكم تتركتر بهذه الطريقه. انا نكملهم هكذا ومن بعد نشوفوهم في صحن التقديم. اذا هاوليك فطائر البيتزا تاعنا راهم واجدين. شوف كيفاش يجوا بهذا الشكل. نوريكم الطريقه كيفاش يقسموهم. هكذا يقدموهم. هذه الطريقه هكذا يجوا، هكذا يقدموهم. تقدروا تقدموهم ديروا لهم عليهم عصره قارص ومع تاكلوهم مع المعدنوس تاني. جربوهم بزاف بنان. واش نقول لكم في الاخير؟ اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، ديروا لي اشتراك القناه، وانتظروني في فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.